بتبدأ قصتنا من 17 سنة فاتوا في جزيرة اسمها سانتو هوبارت في فرنسا. والجزيرة دي كان فيها معمل علمي شغالين فيها مجموعة كبيرة من العلماء، وكلهم لابسين بدل واقية وشغالين على تعديل جينات الديناصورات. وبنشوف واحد من العلماء وهو داخل أوضة تانية في المعمل، وفجأة حصل عطل في النظام والإنذار اشتغل وكلهم بيصرخوا. نكتشف إن في ديناصور اسمه ديريكس، وده واحد من أضخم أنواع الديناصورات. فالعلماء بسرعة قفلوا البوابة الرئيسية، لكن واحد من العلماء اتزنق جوه، وصاحبته اللي كانت في المعمل حاولت تساعده، لكنها اتصدمت لما شافت ديناصور ضخم واقف وراه، والديناصور هجم عليه وأكله. وبعد مرور 32 سنة من رجوع الديناصورات، أغلبها اختفى تدريجيا بسبب الأوبئة وانتشار الأمراض، وكمان علشان البشر قلل اهتمامهم بيهم، ومفضلش غير عدد قليل منهم. والعدد ده بدأ يعيش في مناطق حوالين خط الاستواء، والسفر للمناطق دي كان ممنوع من شوية حكومات. أما دلوقتي في الوقت الحاضر بتشوف شوارع فرنسا زحمة جدا بسبب ديناصور كان هرب من الجزيرة إلى المدينة، وكان عامل فوضى وزحمة رهيبة في الشوارع. وفي وسط الزحمة دي بنتعرف على كريفس اللي كان بيوصل بنت اسمها زورا، ومن كلامهم نعرف إن كريفس شغال موظف في شركة أدوية، والشركة دي شغالة في العمليات الخاصة. وكمان نعرف إن كريفس عايز يروح مهمة سرية لتطوير علاج للقلب. فنزلوا هما الاتنين من العربية، وكريفس عرض عليها وقال لها لو جيتي معايا في المهمة السرية هتساهمي في إنقاذ حياة ناس كتيرة عندهم مشاكل في القلب. صح المهمة خطيرة شوية، لكن هتاخدي مبلغ مالي كبير. وزورا كانت مترددة وما كانش عندها رد واضح. بعدها راحوا على المتحف، وهناك شافوا العمال وهم بيرتبوا عظام ديناصورات منقرضة. كريفس بدأ يعرف زورا على الدكتور هنا، وقال لهم إن الدكتور لوميس قدم استشارات خلال الست شهور اللي فاتت. وكمل كلامه وقال إحنا دلوقتي بنطور دواء جديد، والدواء ده معمول من مستخلص جينات أكبر أنواع الديناصورات المعروفة، والأبحاث بتقول إن الجينات دي هتبعد أمراض القلب عن الإنسان لمدة 20 سنة. وحاليا إحنا محتاجين عينات من 3 أنواع من الديناصورات، وهم الموساسور اللي عايش في المحيطات، والتيتانوسور اللي موجود على اليابسة، والتيراسور اللي بيطير في السماء. فكريفس بيقول له تمام، يبقى لازم تيجي معانا علشان تتعرف على الأنواع المطلوبة. فبيستغرب من الطلب ده وكان متخوف، لكن أول ما عرضوا عليه المبلغ اللي هيكسبه وافق على طول. بعدها ينطلقوا إلى مناطق خط الاستواء، وهناك كريفس وزورا يقابلوا واحد أفريقي اسمه مارتن، ونعرف إن مارتن عنده مركب. فكريفس طلب منه إنه يجي معاهم ويساعدهم، ومن خلال الكلام اللي حصل بينهم نعرف إن مارتن كان على علاقة بزورا من 20 سنة فاتت. في الأول مارتن رفض، فكريفس زود له المبلغ، وبالفعل مارتن وافق ووراهم الخريطة وبدأوا يتفقوا. ومارتن عرفهم على واحد اسمه بوبي، وقال لهم إنه هيتولى مسؤولية أمن الفريق. وتاني يوم الصبح انطلقوا وحددوا مكان تواجد الموساسور، فجهزوا كل الأدوية اللازمة. وكانت مهمة هنري إنه يصور الموساسور فورا أول ما يشوفه. وعلى بعد 75 ميل من مركب كريفس بنشوف مركب صغير سايقه راجل اسمه روبن، ومعاه بنته الصغيرة بيلا، وكمان بنته الكبيرة تيريزا، ومعاهم حبيبها جافي. وكانوا رايحين علشان يسجلوا تيريزا في جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية. وروبن طلب من جافي إنه يجي يساعده في قيادة المركب، لكن جافي رفض وقال له انا تعبان. وبعدين رجع دخل جوه المركب، وفجأة وهم ماشيين المركب بتاعهم خبط في حاجة ضخمة جدا، وفجأة ظهر ديناصور عملاق وخبط المركب بتاعهم وانقلب. والكائن الضخم ده هو الموساسور. روبن واللي معاه طلعوا على الجهة التانية من المركب وقعدوا متمسكين فيه. ومع طلوع الفجر مارتن سمع نداء الاستغاثة اللي روبن بعت، فراحوا لهناك علشان يساعدوهم. وفي الطريق كانوا بيتتبعوا إشارة الموساسور، وفعلا وصلوا وأنقذوهم. وبعدها بدأوا يحددوا مكانه على الخريطة، وفجأة ظهرت لهم إشارة على الشاشة، وفجأة الموساسور هجم سفينتهم، فبدأوا يطاردوه. وهنا زورا بدأت تجهز علشان تضرب الموساسور بالحقنة. قربوا منه أكتر وزورا نجحت إنها تصيبه، والحقنة كانت عبارة عن جهاز صغير شبه السهم المائي. أول ما لمس جلد الموساسور اتفتح منه زي الباراشوت، وجواه كان في إبرة بتسحب عينة الدم. وفعلا نجحوا في أخذ العينة، لكن فجأة الموساسور وباقي الديناصورات البحرية هجموا على السفينة، وكانوا بيحاولوا يقتلوهم، لكن واحد من الديناصورات أكل بوبي. فكريفس واللي معاه هربوا فورا، بس الديناصورات كانت بتطاردهم. فتريزا جريت تحاول تبعت طلب استغاثة، لكن كريفس منعها علشان السرية، فزقها فوقعت في البحر. جافي حبيبها شافها فرمى نفسه علشان ينقذها. وبعدها روبن وبيلا لبسوا سترات النجاة ورموا نفسهم في البحر. وفي الوقت ده الموساسور كان لسه بيطارد السفينة، والطاقم فقد السيطرة عليها، فاضطروا ينطوا في البحر. عائلة روبن قدروا ينجوا ويوصلوا لليابسة وحموا نفسهم في كهف. أما كريفس واللي معاه برضه وصلوا لليابسة وبدأوا يمشوا علشان يدوروا على التيتانوسور. وفي نفس الوقت روبن واللي معاه كانوا بيدوروا على مخرج علشان يخرجوا من الجزيرة بأمان. ولما الليل جه جافي قال لروبن نام انت، انا هتولى المراقبة. وفعلا روبن نام هو وبناته، وجافي فضل صحي يراقب. وتاني يوم الصبح بنشوف كريفس وفريقه وهم ماشيين في الغابة، وفجأة شافوا أضخم تيتانوسور موجود في قارة أفريقيا. فرحوا جدا، وواحد فيهم قال للتاني ايه الجمدان ده. وفي الوقت ده هنري وزورا جهزوا نفس الحقنه اللي استخدموها مع الموساسور، وزورا رمتها ونجحوا في جمع العينه التانيه. ودلوقتي بنشوف بيلا وهي ماسكه ديناصور صغير وبتقول لتريسا انا قررت اخده معانا البيت، وحطيته في شنطتها.
وهم ماشيين تيريزا شافت مركب موجود في الجهة التانية من الجزيرة، فقررت تروح لوحدها وتكتشف المكان، وفعلا دخلت في المية وقدرت توصل للمركب، لكن كان في ديناصور نايم، فدخلت بهدوء ولقت مركب نجاة وكانت خلاص هترجع، لكن الديناصور صحي بس هي قدرت ترجع بسرعة، وابوها وبيلا وجافي طلعوا معاها، وفجأة الديناصور شافهم وبدأ يطاردهم وقلب لهم المركب، لكن في الآخر قدروا يهربوا منه واستخبوا ورا الصخور. وفي الوقت ده كريفس وفريقه تسلقوا أعلى جبل في الجزيرة علشان ياخدوا آخر عينة من التيراسور، وبدأوا يثبتوا الحبال على حافة الجبل وابتدوا ينزلوا تدريجيا. هنري وزورا دخلوا كهف فيه بيض التيراسور، وهناك هنري مسك بيضة وفتح غلاف الجنين علشان ياخد العينة، وفعلا قدر ياخد العينة، لكن فجأة التيراسور دخل الكهف وشافهم، ولو كيرا اللي كان معاهم من ضمن الفريق كان واقف بره الكهف، واول ما شاف التيراسور حاول يلفت انتباهه علشان يخرجه من الكهف، وفعلا نجح وتيراسور خرج. هنري خد العينه وطلع هو وزورا، لكن العينه وقعت منه، وفي اللحظه دي التيراسور اكل لوكيرا وبعدها هجم عليهم، اما هنري فقد توازنه ووقع في الميه. بعدها بنشوف باقي الفريق لما وصلوا وكان معاهم العينات كامله، وفي الوقت نفسه عيلة روبن قدرت توصل لساحة هبوط الطيارات واللي كان فيها هيكل بناء غريب الشكل، وكريفس وفريقه راحوا هناك برضه فقابلوا بعض، لكن تيريسا هجمت على كريفس وقالت له انت اللي رميتني في الميه، لكن كريفس رد عليها وقال انا ما كنتش قصدي، انت حاولتي تطلبي النجدة ومهمتنا سرية، فهي قالت له انت كذاب. وفجأة هم واقفين مصابيح الهيكل اللي هم فيه اشتغلت، وبعد كده هجمتهم مجموعة ديناصورات فتفرقوا عن بعض المجموعات، وكل مجموعة استخبت في مكان مختلف وبدأوا يكتشفوا المكان. ساعتها هنري قال لهم ده معمل للتهجين والطفرات الوراثية، ونعرف ان ده نفس المعمل اللي شفناه في اول الفيديو. بعدها عائلة روبن دخلوا مجمع تسوق كبير، وفجأة وهم ماشيين ديناصور هجم على زورا، فكريفس ضرب عليه نار فالديناصورات جريت، لكن كان في ديناصور تاني بيطارد عائلة روبن اللي هربوا عن طريق فتحة مياه الصرف الصحي، وفجأة الهليكوبتر وصلت علشان تنقذهم. مارتن دخل المجمع علشان يناديهم، واللي كانت سايقة الهليكوبتر اول ما شافت حد منهم رجعت بسرعة، لكن هنري جري وطلع على السلم ورمى حاجة في الجو شبه المفرقعات علشان يشوفوه ويرجعوا له، وفعلا شافوا الإشارة ورجعوا، لكن فجأة جه ديناصور عملاق مسك الطيارة ورماها على الأرض فالطيارة اتحطمت. وبعدها مارتن وهنري دخلوا فتحة التصريف، وكان روبن وعيلته موجودين فيها، ومارتن قال لهم الفتحة دي بتوصل للبحر، فبدأوا يمشوا، لكن فجأة هجم عليهم ديناصور تاني أخطر بكتير، لكن زورا قتلته بالسهولة. بعدها وصلوا للمحيط، لكن لقوا بوابة من قضبان حديد، والبوابة دي كانت منعهم من الخروج. بيلا كانت الوحيدة اللي قدرت تعدي من بينهم، وفعلا بيلا نجحت تفتح البوابة بعد محاولات كتيرة وعنيدة، لكن في اللحظة دي الديناصور العملاق وصل. فجأة ظهرت عربية شرطة وشتتت انتباهه، فاستغل روبن واللي معاه الفرصة علشان يهربوا، لكن الديناصور مسك كريفس وكله والباقيين هربوا، لكن مارتن قرر يضحي بنفسه ولع ناره وجري بيها، وفعلا الديناصور بدأ يطارده. زورا وباقي الفريق ركبوا المركب وانطلقوا، لكن زورا فضلت تنادي على مارتن. فجأة شافوا ضوء أحمر فعرفوا إن مارتن لسه عايش، وقرروا يرجعوا ينقذوه وما يسيبوهوش لوحده. ولما عدوا منطقة الخطر زورا قالت لهنري المرة دي هنقدم العينات اللي ضحينا بحياتنا علشانها، فقال لها انت اللي هتقرري العينات دي هتبقى لمين، فهي ردت وقالت له العينات دي هتكون للجميع، يعني بمعنى انها بتلمح ان العينات دي هتكون لانقاذ حياه الناس اللي بيعانوا من امراض القلب. وفعلا عملت كده وقدرت تنقذ ناس كتيره كانوا بيعانوا من امراض قلب مزمنه. ولحد هنا خلص فيلمنا، اتمنى يكون الفيلم عجبكم، اشوفكم في فيلم جديد، سلام.